هعمل معاكم النهاردة كحك العيد من غير تخمير وبطريقة سهلة وسريعة جدا. هحتاج هنا بقى المقادير بتاعتي: ربع كوباية من اللبن، عليها ربع كوباية من المية، ومعلقة لبن بودر، ومعلقتين سكر كبار، ومعلقة كبيرة من الخميرة. هنقلبهم وهركنهم على جنب. هجيب بقى هنا كيلو دقيق يكون طبعا مخصص للكحك والبسكوت، وعليه كوباية الا ربع من النشا، ومعلقتين كبار من السمسم، ومعلقة كبيرة من ريحة الكحك. هنقلبهم مع بعض كده، وانزل بقى بالسمنة ما تكونش بتغلي ولا تكون باردة، تبقى يعني سخنة شوية، وانزلهم على الدقيق واقلبهم كويس جدا كده، وافضل ابس فيهم كويس قوي كده. البس دوت بيساعد معايا على نعومة الكحكاية. هفضل ابس فيهم لمدة 5 دقايق، وبعد كده انزل بالخميرة هقلبهم كويس مع بعض كده اهوت، وامسك بقى قطعة كده. اول ما اضغط عليها والاقيها مش بتشقق معايا، يبقى كده هي مش محتاجة اي حاجة. واهم حاجه كل قطعه انا بمسكها بكورها كده، بسخنها في ايدي، ده برضو بيساعد على ان الكحك يبقى دايب معايا. هولع فرن على درجه حراره 160، رف اوسط، بيقعد من 30 ل 35 دقيقه، واخرجه اسيبه يبرد تماما، وبعد كده احط عليه السكر. طريقه حلوه جدا، جربوها وهتعجبكم، وبالف هنا.